ليه أغلب أحلامنا بتفضل مجرد أحلام؟ ليه كل سنة بنكتب نفس الأهداف وبنكرر نفس الأخطاء؟ السر ببساطة إننا بنطارد الهدف وبننسى الهوية. الحلم هو الشرارة والهدف هو المحطة، لكن الهوية هي المحرك اللي بيوصلك. لما بنركز على أنا عايز أملك إيه بنفضل في حالة احتياج، لكن لما بنركز على أنا عايز أكون مين بنبدأ نتحرك من منطلق الاستحقاق. علشان كده في تخطيطنا لازم نركز إحنا مين وعايزين نكون مين، وده اللي بنطبقه في كل خططنا وهنطبقه في المحاضرة دي، ونطبق في أجندة من الألف للياء في كل صفحة في التخطيط. تكرار الأخطاء بيحصل لأننا بنحاول نغير النتائج وإحنا لسه بنفس العقلية القديمة، بنحاول نبني عمارة جديدة على أساسات قديمة متهالكة. السنة دي إحنا مش هنغير الورق، إحنا هنغير الجدر نفسه. هنفهم إن الحلم علشان يتحقق لازم يتحول لهوية بتعيشها في تفاصيل يومك قبل ما تلمسها بإيدك.